لما يكون السلايف بقى كده ميولهم واحد وبيحبوا حاجه واحده مع بعض، ولما نتجمع انا وسلفتي تكون دي النتيجه. بجد يا جماعه مش قادره اوصف لكم. انا وسلفتي دي لما بنتجمع احنا الاتنين كده بالذات مع بعض بنعمل حاجات كده محدش يتوقعها ولا حد يتخيلها. النهارده هيعجبكم جدا. اليومين دول بعمل لكم فيديوهات بتخرجنا عن الايه، عن التقليدي وعن اللي احنا عايشينه وعن كل الفيديوهات اللي معايا في القناه دي. حاجه كده جديده هخرجكم بقى كده عن التقليدي شويه وهنتبسط مع بعض. بس يا ريت كده لو بتشوفوني لاول مره حطوا لي لايك للفيديو واعملوا متابعه لصفحتي، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف تفاصيل يومنا النهارده عباره عن ايه. بصراحه كده انا كنت رايحه اقعد انا وسلفتي مع بعض شويه، بس بصراحه احنا كنا مرتبين ان احنا هنخرج كده مع بعضينا، بس هنخرج كده اللي هو ايه نفسح الولاد شويه مش عارفه ايه ونرجع مع بعض تمام كده. ولكن يشاء القدر بقى ان انا اقول لها ايه، انا جعانه بصراحه كده وعايزين ناكل. بصراحه رحت عندها فطرتني قرص كده وجبنه ومربى والكلام ده كله، بس لا انا مش حاسه ان انا عايزه اكل الحاجات دي. انا حاسه ان انا عايزه اكل اكله اكبر من كده بكتير. طموحاتي كانت رايحه في حته تانية خالص. فقلت لها بصراحه كده ايه، ايه رايك يا امينه تيجي ناكل رنجه، طب تيجي ناكل سردين. قعدنا كده نقلب مع بعض انا وهي، وفي الاخر يشاء القدر يعني كنت خارجه انا وهي والولاد بس، فحماده جوزي جه معانا ورحنا بقى كده يا جماعه على محل بيبيع فسيخ ورنجه. مش قادره اوصف لكم الجمال والحلاوه. جبنا فسيخ وجبنا رنجه متنضفه اصلا كده جاهزه، وخدنا معانا بقى كده بصل وخدنا ليمون وخدنا عيش تمام كده، وجبنا حاجه ساقعه وجبنا شيبسي. ورحنا بقى جنينه دي في مدينه نصر. مش قادره اوصف لكم قد ايه هي كبيره وحلوه جدا ومريحه جدا، وسعرها رخيص جدا. يعني تذكره الدخول 20 جنيه للفرد، ومش بياخدوا على الاطفال حاجه. فاحنا الثلاثه كده دفعنا 60 جنيه بس يا جماعه. تقعدي ان شاء الله تقعدي طول اليوم، يعني حواليكي كده كل حاجه خضره بقى مش قادره اوصف لك، وفيها حمامات وفيها ملاهي وفيها كافيهات وفيها مطاعم وفيها قاعات افراح. مش قادره اوصف لكم بجد مقاسها كبير جدا. دي الحديقه الدوليه، اكيد ناس كتير عارفاها، في مدينه نصر، في منتهى الجمال والطبيعه والحاجات التحفه كده. طبعا بقى بتاخدي الاكل بتاعك وتاخدي شربك كده وتاخدي كوره للولاد، لان المكان واسع والخضره جميله والولاد هيتبسطوا جدا. وخدنا الاكله بتاعتنا المفضله. بقول لكم انا وسلفتي دي لما بنتجمع مع بعض لو الساعه 12 بالليل او 1 بالليل ممكن ناكل فسيخ ورنجه، ما عندناش مشكله خالص. فبصراحه الاكله دي بالنسبه لنا كده بتنزل على القلب كده على طول، مش بتخش المعده خالص. فبصراحه كده اليوم كان حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا لسه راجعه من بره يا دوب كده، حطيت لكم صوت على الفيديو وظبطته لكم ونزلته. كان نفسي بصراحه اسيبه بالصوت الطبيعي بتاعه، بس بقى دوشه كتير والولاد اللي بيلعبوا وده بيتكلم مع ده والحاجات دي، فما حبيتش ان انا ادوشكم كده واصدعكم واحنا بقى بنقعد نرغي مع بعض وبنتكلم. فايه حاسه ان الموضوع كان هيبقى مش لطيف. فبصراحه كده اليوم كان تحفه. يعني لو عايزين تقضوا يوم اجازه كده من اول اليوم لاخره وما يكلفكيش حاجه وتاخدي اكل من البيت كده، ومسموح ان انت تدخلي باي مأكولات واي مشروبات، لان مش كل الاماكن بتسمح بده، يعني غير الجناين اللي هي كبيره زي كده اللي اصلا تقريبا بتبقى تبع الدوله، فعادي ان انت تدخلي بيها باي اكل او اي شرب مفيش اي مشكله. حتى الحاجات اللي بتتباع جوه اسعارها حلوه جدا. عايزه اقول لكم بقى قعدنا كده نقشر في البصل مش قادره اوصف لكم بجد. انا كنت متحمسه للاكل ده ومتشجعه له جدا، مع اني لسه برضو واكله نفس الاكله من يومين 2. فبس ايه، هو يعني دي ايام العيد بالنسبه لنا. الفسيخ والرنجه ده اكله مفضله في العيد، وبالذات ان ده كان عيد بتاع الصيام، فطول رمضان مش بنعرف ناكل الاكله دي. واحنا طبعا بنحب السردين والرنجه والفسيخ الحاجات اللي زي كده. واصلا الطبق كده لوحده مش قادره اوصف لكم. انا عايزه اقول لكم بقى انا بحب قوي البطروخ يا جماعه، عشان في ناس دخلت لي على فيديو مره وقالت لي ان انت بتاكلي الامعاء بتاعه الرنجه، واللي يقول لي بتاكلي الكيكي بتاع حاجات عجيبه كده. لا يا جماعه دي البطارخ عادي وبتتاكل وطعمها في منتهى الجمال. يعني دي انا متنضفه وجايه من بره، اكيد لو حاجه هي وحشه الراجل مش هيحطها لي يعني عشان اكلها. ولا الفسيخ بقى مهما تقولوا عليه يا جماعه هو العشق بالنسبه لنا، احنا بنعشقه بس الفيديو بتضحك عليا ازاي اللي هو انت بتعملي ايه يا صابرين. بس بصراحه انا بحب ان انا كده اكون بطبيعتي جدا وابقى معاكم بمنتهى الطبيعه. ايه رايكم بجد في الفيديو؟ لو عجبكم كده وحسيت ان هو فعلا كده لطيف ومسلي حطوا لي لايك واعملوا متابعه لصفحتي، وكمان اشتراك في قناتي من على اليوتيوب. واشوفكم على خير في فيديو جديد. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، سيبكم في رعايه الله